السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منى عبد العزيز ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بوصفات الجديدة. النهاردة هنعمل مع بعض أكتر وصفة تقليدية وأكتر وصفة شرقية مصرية، الكبدة الاسكندراني. هنعملها بطريقة بسيطة جدا وتطلع أحلى من الجاهزة. أنا متأكدة هتعجبكم وهتعتمدوا الطريقة دي. يلا بينا على الطريقة. معايا كبدة. الكبدة اللي معايا دي بتكون طالعة من الفريزر، او لو انا لسه جايبها من الجزار بحطها في الفريزر شوية تمسك نفسها كويس عشان تبقى سهلة معايا في التقطيع، والسكينة كمان تكون حامية معايا. بقطعها تقطيع صغير زي ما انتوا شايفين كده، يكون رفيع. نبدأ بقى في التتبيلة. بجيب معايا كمية التوم اللي انا عايزاه، مثلا معلقة كبيرة، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كمون، معلقة بابريكا صغيرة برضو، عصير ليمونتين، معلقتين خل، معلقة ملح. بقلبهم كويس جدا مع بعض. بنزل بقى بالتتبيلة دي على الكبدة واقلبها كويس. بصوا تقطيعة الكبدة. معايا طاسة سخنة جدا على النار، طاسة بتكون سخنة جدا، الزيت اللي فيها سخن قوي. تمام. وبنزل بالكبدة بعيد عن بعضها. اهم حاجة كمية الكبدة اللي معايا، لو كتير بخلي الطاسة تكون كبيرة. على حسب كمية الكبدة بحط معايا الطاسة بتاعتي عشان تبقى الطاسة واسعة معايا، والكبدة كلها تبقى بعيدة عن بعضها، تاخد صدمة كويس اوي. تاخد معايا صدمة. بقلبها كويس لحد ما تغير لونها لمدة 10 دقايق كده. بنزل بقى معايا بالفلفل الأسمر ورشة من السبع بهارات. بعد 10 دقايق بنزل بالفلفل، أقلبها 10 دقايق برضو واطفي عليها. كده خلاص. شفتوا بقى مفيش أسهل من كده. أهم حاجة الطاسة الزيت بتاعي يكون سخن جدا عشان الكبدة تاخد صدمة وما تنزلش معايا مية زي ما انتوا شايفين. بصوا مش منزله ميه ازاي، ولا عامله ريحه زفاره ولا اي حاجه. نسيت اقول لكم ان الكبده ما تتغسلش خالص يا بنات. خلاص. بعملها معايا زي ما انا حابه بقى بالسندوتشات. عايزين تعبوها في سندوتشات فينو او في عيش بلدي، انا عملتها لكم بالطريقتين. معايا انا عامله سلطه الطحينه، عملتها لكم قبل كده، تقدروا تشوفوها. انا عاملاها بقى في العيش البلدي لان انا بحبها جدا في العيش البلدي. ولادي بيحبوها في الفينو، فانا عملتها كده وعملت كده. خلاص بقى وصفتنا النهاردة خلصت، سهلة جدا وبسيطة جدا. ان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.